ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ وفيديو جديد مع محمد حامد. ومصر ماذا بعد؟ مصر ولا اي حاجه بعد، ولا اي حاجه هتحصل. هنخرج ان شاء الله، نخسر. حتى احنا مستحيل طبعا نخرج من تصفيات كاس العالم او نخسر تصفيات كاس العالم، بس لو حتى خرج ما تاهلناش لكاس العالم برضه مفيش اي حاجه تحصل. لو اي حاجه تحصل كبيره مثلا هيقول لك المدرب فيتوريا لا اتكل على الله. طب يا جدعان، طب اتحاد الكوره، طب المسؤول انه يجيب فيتوريا، طب اللي جاب فيتوريا ده جابه على اساس ايه؟ طب حد هيتحاسب؟ طب حد هيتجاب؟ طب حد هيتسأل؟ طب حد اي حاجه؟ ولا اي حاجه، ولا حاجه تحصل. هيفضل النظام زي ما هو. عايز ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان المدرب فيتوريا هيمشي. لو مشوه اصلا هيمشوه، مع ان هم مدينه اصلا الثقه لحد ما يتاهل لكاس العالم. بيقول لك يعني هو الثقه لحد ما يتاهل ل 2024 في كاس العالم، في 2026 قصدي، سوري. فاللي هو انت، طب انت فين بقى؟ طب هتعمل حساب مثلا اللعيبه؟ هتعمل حساب مثلا للناس اللي جابته، لاتحاد كوره، للمسؤولين اللي جابت فيتوريا، للناس اللي بص على السي في بتاعه جابه؟ لا، مش هتعمل اي حساب لاي حاجه. وهيفضل الدنيا زي ما هي، مفيش اي حاجه هتتغير. هيفضل اتحاد الكوره زي ما هو، هتفضل المعسكرات زي ما هي، هتفضل اللعيبه زي ما هي، هيفضل الاختيارات زي الخرا زي ما هي، هتفضل القايمه بتاعت كل مره. ولو في تصفيق، يعني لو في افريقيا بكره خلصت، لو في افريقيا بكره تاني هتفضل اللعيبه هي، وتفضل الاختيارات هي، مش حاجه تتغير. يعني مش مدرب هو اللي بيختار زي ما كابتن فاروق جعفر قال، مش المدرب هو اللي بيختار، ودي باين فشخ في حاجات كتير. اللي بجد المفروض يحصل ان انت يتشال اتحاد كوره بمسؤولين، باداريين، بناس، بعمال، اللي بيلموا الكور، بكل بني ادمين الدنيا دي كلها، بالمنظومه كلها تروح متشاله، وجايه منظومه تانية من اول وجديد. تبني بس منظومه تانية، تبني ان شاء الله تجيب اجانب حتى زي بتوع السعوديه. بمنظومه تانية تبني، تجيب مدرب وطني، تجيب حسام تشيله من فيوتشر، وتروح جايب حسام، وتروح قايل لك يا عم حسام قدامك 4 5 6 سنين، حدين خطه فيها بلان ايه وبلان بي وبلان سي، وقال هتعمل ايه لو بلان ايه فشلت وبلان بي فشلت. طب اللعيبه دي، طب اللعيبه اللي بدات، اللي هتقربت تعتزل مثلا، مش هتلحق ممكن افريقيا الجايه. ففي بلانات كتير. طب انت هتعمل ايه؟ طب هتجيب مين في القايمه؟ طب يعني مثلا مفيش في مصر كلها باك شمال غير فتوح، اللي هو بان عليه مش قادر اصلا يلعب، وبان عليه ان هو بدنيا مش فت خالص، وبقاله سنين ما بيلعبش، وبقاله فتره مثلا قعد كام شهر قصدي ما بيلعبش. فمفيش باك شمال في البلد كلها غير حمدي وفتوح. في البلد كلها مفيش باك شمال خالص، ولا الدرجه الثانيه حتى فيها باك شمال نضيف. فلا، فانت تجيب مدرب حسام مثلا، ادينا بلان يا عم عشان نتاهل، او عشان على الاقل نكسب افريقيا الجايه، نكسب افريقيا اللي بعديها، مش اللي جايه، اللي بعديها. هتحط يا معلم بلانات، بلان ايه كذا كذا، ايه اللي هيحصل. طب مدرب وطني عارف اللعيبه، عارف ويقدر يحط شخصيته على اللعيبه. ان فيتوريا بان علينا ما عندوش شخصيه خالص مع اللعيبه خالص. فيتوريا ما فيش خالص شخصيه مع اللعيبه خالص. اللي عايز حاجه بيعملها، اللي نفسي حاجه بيعملها، وبان عليه مبينها ان ده محترف فلازم يلعب. احنا عارفين الكلام على مين. فالمنتخب ماذا بعد؟ مفيش اي حاجه بعد. الحمد لله الصراحه احنا طلعنا، عشان ما كانش ناقص حرق الدم اكتر من كده. اوصل بقى ربع ولا نص ولا نهائي؟ لا 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 لا، الحوار كان هيبقى تعب قلب ووجع قلب، وكنا هنموت فيها حرفيا، كان هيجينا سكتة قلب ونموت فيها. فالمنتخب ماذا بعد؟ ولا اي حاجه بعد. وانا هو انت هو، لو اي حاجه اتغيرت، ولو حاجه اتغيرت هيبقى المدرب هو اللي يمشي. طب اتحاد، طب المسؤول عن يجيب فيتوريا، مفيش اي حاجه هتتغير. هتفضل الناس زي ما هي، وهتفضل الناس المسؤوله على خراب المنظومه الرياضيه في مصر كلها هتفضل زي ما هي. مفيش اي حاجه هتتغير. وانا هو وانت هو، حاجه اتغيرت هيبقى المدرب. مفيش اي منظومه هتتحاسب، ولا اي حاجه هتتغير. ليه؟ لان المنظومه زي ما هي، والمصالح زي ما هي، وكله مستنفع، فمفيش اي حاجه هتتغير. فمش هتصلح حل المنظومه غير لما نبدا نبني من اول وجديد، ونبدا من تحت زي ما افريقيا كلها بتعمل، زي ما المنتخبات كلها بتعمل. تبني من مؤسسه من تحت، من اول، من الاساس اصلا، بمدرب وطني يخلي اللعيبه كلها محترفه، ب 20 و24 لاعب محترف في القائمه. بس سلام.